يخش عليها قرش وهو رايح لها كده. طبعا القرش اكيد هياكل الاثنين يعني. من اجمل الحاجات في الفيديوهات اللي بنعرضها لكم ان كل واحد بيشوفها من زاويه مختلفه. انا النهارده معايا صديقي كينج من الصيادين القدام جدا. اعرض عليك فيديو وقول لي شايفه ازاي. يلا بينا اتفرج كده وقول لنا الفيديو ده على فكره من اخطر الفيديوهات. السمكه وقعت، كنا لو مكانه يعني هزعل جدا. هنا بقى، هنا نط ورا السمكه بصراحه. هنا في طبعا خطوره، بس انا شايف برضو عنده حاجات بغض النظر عن النطه. هو طبعا سمكه بالحجم ده واضح ان هو ما كانش جاهز ان يلاقي سمكه زي دي او يصطادها، بدليل ان الوجله اللي معاه مش وجله احترافيه كبيره او مش بتاعه التونه. دي نمره واحد، الوجله اتقطمت. نمره اتنين ان هو بيحاول يسحب سمكه بالحجم ده. جريت تونه دي ما ينفعش اسحبها من على بوز المركب بالمنظر ده، اكيد هيحصل مشكله يعني. لازم الوجله كانت تتقطم. سمكه زي دي لازم اسحبها على ديل المركب او ظهر المركب. ظهر المركب واطي اهو بالظبط، اوطى حته في المركب واسحبها بالراحه، او اسلبها اربطها بحبل سلبه يعني من ديلها، والوجله وارفع من ناحيتين بالظبط كده، وارفع انا وزميلي او انا واي حد معايا. لكن طبعا النطه، طيب مش ممكن السمكه التونه دي بعد ما نزلت يخش عليها قرش وهو رايح لها كده؟ طبعا خصوصا في بحور زي دي ووجود اسماك زي دي. هو ما كانش متوقع ان يظهر له تونه، فلازم ما يبقاش متوقع ان يظهر له قرش عادي جدا. ساعتها هو عرض حياته للخطر. القرش اكيد هياكل الاثنين يعني. هي وجهات نظر، كل واحد فينا ليه وجهه نظر. قول لنا كمان انت في التعليقات شايف الفيديو ازاي.